أصدقاء السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي على اليوتيوب. معكم صديقكم كريم كيف ما ديما. اليوم غنرجعوا شويه للمواضيع المعقوله، المواضيع اللي فيها المسكي كما تنقولوا. شحال هادي ما هضرنا على ما هو اقتصادي ما هو سياسي في البلاد، لان ما كانش فعلا شي حاجه اللي جديده، ما كانش الجديد، ما كانت حتى شي حاجه اللي نقدروا نهضروا عليها اللي كيميريت، ماشي كيميريت شي حاجه اللي ما كناش قلناها قبل. مع هذه العطله سي نورمال، حتى النيفو السياسي القضيه واقفه، لا رونتري ما تكون حتى شهر 9، دونك ما كانش شي حاجه جديده بوليتيكمون ولا ايكونوميكمون نقدر نبارطاجي معكم. داكشي اللي كانوا بلوس الاحداث الخارجيه اللي كانت واخده حيز كبير من لي فيديو اللي كنحط لكم هنايا. ولكن دابا كاين الجديد بخصوص شي حاجه محليه، وهنا غادي نهضروا على السيد رئيس الحكومه السي عزيز اخنوش اللي رجع عاد اليكم من جديد وعاود بان في واحد بحال قلتي اجتماع اللي كان دار في الجهه الشرقيه. وتحيه للناس الجهه الشرقيه من هنايا، الناس ديال وجده، بركان، احفير، كرسيف وكاع دوك النواحي ديال المغرب، السعيديه حتى هي قبل ما نساوها، المنطقه سياحيه وزوينه بزاف. آم، كان السيد عزيز اخنوش كيترأس واحد الاجتماع مع ازيد من 800 منتمي الحزب ديالو التجمع الوطني الاحرار في جهه الشرق، وكيهضر على ما هو اقتصادي اللي كيعيشوه المغاربه اللي عشناه في هذه المده كامله من قبل العيد الكبير، من ملي بدات شويه نقدروا نقولوا الحرب الروسيه على اوكرانيا، وبزاف ديال الحوايج اللي كانوا واقعين. وماشي غير قبل الحرب، ماشي حتى من الحرب الروسيه واوكرانيا، وانما تقبل ملي جا رئيس الحكومه هذا سي عزيز اخنوش. زعما دوماج الامور غاديه من سيء الى اسوء. المهم حنا ما نهضروش دابا في هادشي. بريف، كنقرا واحد لارتيكل على الخلاصه ديال الاجتماع ديالو مع المنتمي للحزب ديالو في الجهه الشرقيه، وكنشوف تنقولوا واش السيد رئيس الحكومه واعي بما يقول، واش عارف هادشي تيقول ولا غير داكشي مكتوب وتيقولوا صافي. الوغ رئيس الحكومه تيقول لك سيدي انه كيبعث رسائل مطمئنه للمغاربه بخصوص الوضعيه الاقتصاديه، وكان في الناظور نهار السبت، وكان المنتدى السادس الفيدرالي الوطني المنتخبين التجمعيين. انا قالك تيقول من خلال المؤشرات الاقتصاديه اللي كيتم تسجيلها حاليا كنمسوا بوادر انتعاش اقتصادي وطني وبدايه الخروج من الازمه. كيفاش؟ شنو اللي بان لك؟ شنو هاد المؤشرات اللي كتبان لك انه كاين خروج من الازمه؟ الاسعار باقا مرتفعه، باقيين كنشريو دي برودوي الموالفين مثلا كتاخذهم نقولوا مثلا ب 5 دراهم ولا 6 دراهم، دابا كتشريو ب 10 دراهم. يعني شنو هما هاد المؤشرات هادو؟ حنا كنهضروا على المعيش اليومي للمواطن، ما كنهضروش على داكشي ديال التوازنات الماكرو اقتصاديه ودوك المؤشرات السياسيه الاقتصاديه الكبيره ديال البلاد. لا كنهضروا حتى هادشي غنجيو نهضروا عليه في هاد لا فيديو هادي، ولكن كنهضروا على ما يعيشه المواطن المغربي بشكل يومي. شنو الجديد؟ هاد الجمله هادي بعدا الاولانيه بدينا بها 100% غلطه. الوغ قال لك سيدي الخروج من الازمه كتعكس عوده الرواج الاقتصادي والتجاري في الاسواق. الرواج كان ديما، راه كنت انا براسي كنت حتى في لي ستوري اللي كنحط في انستغرام وفي لي ريزو سوسيو الاخرين ديالي، ديما كنت كنقول ان مالغري الغلاء في الاسعار وانما الناس كاينين كيشريو. حيت علاش؟ ببساطه السيد رئيس الحكومه الناس ما عندهمش بديل انهم ما يشريوش. الا مثلا تيقول لك تشوف السوق، راه الناس خصهم ما ياكلوا، غيمشي يشري مطيشه، غيمشي يشري بطاطا، غيمشي يشري اللوبيا، غيمشي يشري قزبر معدنوس، غيمشي يشري داكشي الاحتياجات الاساسيه باش غياكلوا وياكلوا ولادو. يعني طبيعي انك تشوف الناس في الاسواق، ما الناس ما غاديش يهجروا الاسواق وما يشريوش، سينو يموتوا بالجوع. دونك القضيه هذه ماشي مؤشر بالنسبه لي انا. بفضل البدايه القويه لحركات الاقتصاد والاستثمارات عودت الثقه في الاقتصاد الوطني. هنا كنقولوا الاقتصاد الوطني عودت الثقه، انا كندور فيزافي المستثمرين الاجانب عودت الثقه، لان كان بزاف ديال الحوايج جيوبوليتيك. كان بروبليم مع الاسبان، كان عندنا قطيعه مع اسبانيا رجعات، دونك المستثمر الاسبان رجعوا. كان عندك مشكل مع فرنسا، وانما المستثمرين الفرنسيين باقيين وزادوا اكثر مؤخرا. دونك هنا فاش كنهضروا على الثقه في الاقتصاد الوطني كندور بلوس على الاستثمارات الخارجيه، يعني لا يعني المواطن في شيء. الوغ قال لك اسيدي الحكومه اللي كيترأسها سي عزيز اخنوش باشرت مجموعه من التجربات كتتعلق بتبسيط المساطر الاداريه. واش هذا مؤشر اقتصادي؟ اش علاقه تبسيط المساطر الاداريه بالاقتصاد ديال المغاربه؟ صوفي الا قلتي مثلا ان مستثمر اجنبي غيجي باش يستثمر، خصو داكشي لا بابراس ديالو دوز مزيان. دونك انا ديما كنهضروا على الاستثمار الخارجي، ما كنهضروش على المغاربه.
الوغ كما سبق ميثاق الاستثمار حنا رجعنا ليه. المشاريع بحوالي 30% من قيمه الاستثمار استمرت كذلك في دعم صندوق المقاصه. يعني هنا ما كنهضروش على شي حاجه جديده، كنهضروا على الاستثمار. وصندوق المقاصه علاش؟ لان صندوق المقاصه شنو فيه دابا؟ فيه الطحين، فيه السكر، فيه الخبز، شنو فيه الغاز. يعني ما حتى حاجه ما جديده في هادشي. علاش مثلا صندوق المقاصه الا غنهضروا على الخروج من الازمه، علاش مثلا ما رجعوش لدعم المحروقات؟ وهادشي طلبوه بزاف ديال الناس الاختصاصيين في لو دومين، سورتو الناس اللي عندهم علاقه مع المصفى ديال لاسامير. قال لك خاص يرجع دعم صندوق المقاصه للمحروقات باش يهبط الاثمنه ديالو. حاليا دابا راه كاين تقريبا راه 12 درهم في المازوت و15 درهم ليسونس. يعني راه باقا الامور شاعله. الوغ قال لك نتيجه هذه الاصلاحات، كيقول الاخنوش، تحسنت جميع المؤشرات الاقتصاديه وتحكمنا في عجز الميزانيه. حنا رجعنا للهضره ديال المؤشرات الماكرو اقتصاديه عامه ديال الحكومه اللي كيشوفوها المنظمات الدوليه. كلكم اليوم كتشوفوا تقارير صندوق النقد الدولي، ها اللي قلت لكم، مجموعه من المنظمات الدوليه اللي كتشيد التوازنات الماكرو اقتصاديه لبلادنا. يعني حنايا عندنا رئيس حكومه كيهتم شنو كتقول لك، كيقول لك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باش انه يقدر يعطيك كريديات ويقدر انه يعطيك فلوس. حيت هو بالنسبه ليه تيقول لك حيد الدعم، دير هادي، دير حيد بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش يفيدوا المواطن المغربي. وهادشي اللي واقع حاليا. ملي كتشري نتا المازوت في الايامات الاولى الا عقلتوا العام اللي فات من بدايه ديال الازمه ديال روسيا واوكرانيا راه وصل ل 18 درهم اللتر. دونك راه الاقتصاد غيمشي غينتعش غيتفرقع. والضرائب كيزيدوا بلوس البري كيطلع، الضرائب كيزيدوا كيدخلوا اكثر. يعني سي نورمال ان الوضعيه الماليه غتحسن، دخلتي فلوس اكثر من داكشي متوقع. ماشي داكشي غتدخلوا ب 6 دراهم اللتر، ماشي هو باش غتدخلوا ب 18 درهم اللتر. دونك سي نورمال. دونك هنايا كنشوفوا الفيزيون ديال رئيس الحكومه عزيز الاخنوش، كيشوف شنو كيقولوا البرانيين، ماشي المواطن المغربي البسيط اللي كيمشي للسوق ويتقدى الخبز ويتاخذ اللحم بمطيشه بطاطا لوبيا خيزو، داكشي الاولي باش الناس كياكلوا. الوغ اخنوش قال كذلك المنتخبات ديال الحزب بالمؤشرات الايجابيه كيتم تحقيقها اليوم كتعكس نجاحات الحكومه وصواب توجهاتها. يعني غرق المواطن، غلي عليه الاسعار، وهذا الشيء هو الصحيح باش ان المؤشرات يطلعوا عند البرانيين عند المنظمات الدوليه. هادشي اللي كيهتم به السي عزيز اخنوش. كاين سي نورمال، ملتي ملياردير. بالنسبه لي هذا هو النجاح. شحال غيدخل، شحال يدخل في الضرائب، شحال يدخل في الارباح، ما كيهموش هذاك المواطن اللي كيمشي كيتقدا وداكشي. المواطن البسيط العادي هو بالنسبه ليه زي الناقص. الوغ كنلم واحد نقرا لكم واحد الجمله ما خصكم تسمعوها، راه ما يمكنش. الوغ قال لك اكد لهم ان هذه الموجات الايجابيه غادي يشعر بها المواطن بدايه من الشهور والسنوات المقبله. يعني امتى؟ شنو هما هاد الشهور المقبله والسنوات؟ يعني 100 عام، 200 عام، 300 عام. من الشهور والسنوات. انا كنعرف ان رئيس الحكومه تتكون عنده ولا ليكيب اللي كتخدم معاه كتكون عندهم اون استراتيجي. غنديروا هذه، غنديروا هذه اللعيبه هذه، غادي نطبقوا هذا القرار هذا، وهذا القرار غادي يرجع لينا بالنتيجه تال اما ايجابيه او سلبيه في غضون مثلا 3 شهور 4 شهور 5 شهور. كيكون ان بلان داكسيون. وهذا البلان داكسيون فيه شنو هما القرارات تنزيل على الارض، وما هو متوقع، شحال هو التوقع ديال المده ديال التنفيذ ديالو، وشحال وفوقاش غيبانوا النتائج. ملي كتقول لي فيه شهور وسنوات، يقدر يكون داكشي تم بعد ما يمشي اخرج ما يبقاش، ويجي رئيس حكومه اخر، ويجي الاخر اللي موراه هو يقول لك لا راه قال لكم في شهور وسنوات، وتسناو شهور وسنوات. يعني ما حتى حاجه ما باينه. شهور وسنوات يشعر بها المواطن بدايه من الشهور والسنوات المقبله. فوقاش؟ المهم قمروا صافي، اللي جاتكم راه هي هذيك. وغادي تأدي تخويض فرص الشغل ورفع دخل الاسر. سي عزيز اخنوش، حاجه وحده، شي لا نقصي غير من المازوت وليسونس اللي انت اول مستثمر فيه، كلشي غيولي مزيان. لان كلشي مرتبط بثمن المحروقات. كلشي ترونسبور ديال البضاعه غيمشي ديال المازوت، ماشي بحال هو دابا 4 دراهم ولا 6 دراهم ولا 8 دراهم، بحال هو دابا 18 درهم ولا 20 درهم. ترونسبور ايريان لا ميم شوز، الكيروزين طالع. بزاف ديال اللعيبه كلشي مرتبط. النقل ديال الطاكسيات، النقل ديال واخا الطاكسيات عطيتهم الدعم باقي الامور طالعه. ما يعني حاجه وحده سي عزيز اخنوش، الا قدرتي انك ديرها ولا بغيتي، حيت عندك القدره، والا بغيتي، دونك انا خصني نختاروا الكلمات، الا بغيتي انك ديرها راه غادا تعطي نتيجه فوريه، وهي نقص ثمن المازوت وليسونس. وكيفاش؟ سهله. عندك جوج خطوات. ترجع لسامير، وراه الناس ديال لاسامير ديال الهيئه ديال الدفاع على لاسامير
والسي اليماني الله يجازيه بخير عطاك كيفاش. هذه الاولى. والثانيه ترجع لدعم المقاصه للمحروقات. صافي جوج خطوات كافيه ان الغلاء انه يهبط بطريقه اوتوماتيكيه وسريعه. هادشي الا كان السي عزيز اخنوش يحط جانبا المصالح الشخصيه ديالو والشركات ديالو، ويحط المصلحه العليا ديال المواطن والمواطنات اولى من اي شيء. اما الا ما بغاش غيبقى بحال هكا، غيمشي في حاله ويجي واحد اخر اللي كيتقى الله، وانه يقدر انه يدير شي اجراء وترجع صندوق المقاصه ورجع الدعم ديال المحروقات باش ان الاثمنه تهبط، لان كلشي مرتبط به. هذا ما كان. دونك عوده ميمونه للسي عزيز اخنوش، توحشنا الهضره ديالك، توحشنا الخرجات الاعلاميه ديالك. حنا فاش كنهضروا للمصلحه ديال المواطنين والمواطنات اللي انا منهم، كنهضروا شنو الحوايج اللي ممكن انهم يداروا. اما الا بقينا كنشوفوا المستثمر شنو باغي، المنظمات الدوليه، صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، بالنسبه لي راه ما تيهموش. صندوق النقد الدولي راه قال لك حيد المقاصه كامله. صندوق النقد الدولي راه قالنا حيدوا المقاصه كامله، ما تبقاش تولي كتشري البوطه ب 150 درهم ولا 160 درهم، ما يبقاش عندك الدعم ديال الطحين وداكشي، تولي كتشري الخبز ب 7 درهم ولا 10 درهم الخبزه، ولا شحال غادي يكون يطلع عليك على حساب كل مخبزه شحال غادي تقول لك. دونك راه صندوق النقد الدولي راه باغي غير يخلى ضربونا، ما باغيش شي مصلحه للمغاربه ولا المواطنين. هادشي راه في العالم كامل ماشي غير في المغرب. دونك الا كان هذا هو المؤشر، هذا خطا كبير السي عزيز اخنوش. لان المؤشر الاول اللي خص تبازا عليه الحكومه هو ان تشوف المعيش اليومي ديال المغاربه، شنو ممكن يديروا المعيش اليومي باش يكون الثقه من المواطن المغربي في الاقتصاد الوطني المغربي، ماشي العكس، ماشي شنو برا واللي داخل يموتوا يتفرقعوا ماشي سوقنا فيهم. هذا ما كان. دونك كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكون عجباتكم. عطوني الاراء ديالكم في التعليقات لتحت. الا عجبتكم الفيديو خليو لينا ما تخليوش لينا، المهم خليو معكم لايك وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، وما تنساوش انكم تابوناو عندي في لاشين، ان شاء الله نكونوا كثار وبزاد العدد ديال الناس كينضموا لينا. وما تنساوش انكم تتبعوني في انستغرام، غتلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون تحت. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. السلام عليكم.